السلام عليكم، اهلا بيك في فيديو جديد من كود فيرس اكاديمي. في الدقائق الجايه هنتكلم عن واحده من التفاصيل الصغيره في السي اس اس، وهي الباك جراوند اللي بتفرق ما بين تصميم شكله مقبول وتصميم متقن. موضوع بسيط بس فيه لمسه بيعدي عليها ناس كتير. كمان في اخر الفيديو هشاركك تركايه بستخدمها شخصيا في شغلي تخلي التنسيق اسهل وانظف وبيوفر وقت وجهد، وكمان بيوفر وانت بتراجع الكود. قناه كود فيرس اكاديمي هنا بنشتغل البرمجه بشكل عملي دقيق وفعال عشان تطور شغلك وتقرب كل يوم من مستوى اكتر احترافيه. ما تنساش سبسكرايب، وهتلاقي لينكات القناه على كل السوشيال ميديا موجوده في الوصف. حضر لابك، جهز نفسك، يلا بينا نبدا. هنتكلم النهارده عن الباك جراوند. دي من الحاجات الجميله جدا في السي اس اس. تعالوا نعمل ديف مع بعض اهو. والديف ده هديله اي دي وليكن فيرست ديف، وهاجي في الستايل بتاعي هبدا اديله تنسيقات. فهنعمل هاشتاج فيرست ديف، وهديله width 100%. هديله هايت 35 مثلا في اتش. وهديله اول حاجه عندي باك جراوند كلر. باك جراوند كلر انا بدي لون خلفيه للديف من درجه من درجات الالوان. فلو انا عملت ريد كده هيبدا يظهر معايا الديف زي ما حضراتكم شايفين باللون الاحمر. ممكن طبعا نغير بقى اي درجه اللون اللي انا عايزها. طيب انا ممكن اشتغل بطريقة تانية غير ان انا ادي اللون باسمه صراحة. في طريقة تانية اللي هي ار جي بي. ار جي بي اختصار لكلمة ريد جرين بلو، ودي بتاخد 3 قيم. كل قيمة محصورة من 0 ل 255. يعني انا لو قلت مثلا 0,0,0، التلاتة دول مع بعض بيديني اللون الاسود. طب لعبت في درجات الالوان، خليت مثلا 10 وزيرو التانية هنخليها 20، والزيرو التالتة هنخليها مثلا 30. هنلاقي ان درجة اللون ابتدت تتغير تماما. طيب لو انا عملت لكل واحدة فيهم 255، هنلاحظ ان اللون اللي جه اللون الابيض. فالثلاث درجات دول اللي هم الريد والجرين والبلو اقدر اتحكم فيهم من 0 ل 250 لكل لون فيهم. تركيباتهم مع بعض هي اللي بتديني الالوان. كمان عندي طريقة تانية ار جي بي اي. ار جي بي اي، وتعالوا نغير اللون، نعمل اي لون كده. البي اللي هي الاوبيسيتي بتاع اللون، يعني درجة شفافية اللون. وده رقم محصور من 0 ل1. يعني لو انا قلت 0 ده معناه ان ده اكثر شفافية. عملت 0.1 هيبدأ اللون يغمق سنة. 0.2 هنلاقي اللون يغمق اكتر. 0.3 يبدأ كل شوية اللون يزيد في الوضوح لأن شفافيته بتقل. هفضل أعمل كده لحد ما أوصل للرقم 1. واحد بقى هنلاقي اللون واخد عدم شفافية خالص، اللي هو واخد لونه كامل، مفيش أي شفافية عندي في الكود بتاعي. فيبقى عندي ان انا ادي اللون صريح، في عندي ان انا ادي ار جي بي، في ان انا ادي ار جي بي اي. وفي طريقه الهكسا ديسيمال
اللي هي الطريقه دي. مثلا اف 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 مثلا، اف 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 اللي هو اللون الابيض. طب في 3 3 3 هتلاقي اداك درجه من درجات الاسود او الرمادي الغامق، فده بيسموه الهيكسا ديسيمال. طيب انا اعرف منين الهيكسا ديسيمال؟ في مواقع كتيره، نقدر ببساطه جدا ندخل على جوجل، وهاجي هنا اقول له color CSS color، زي البيكر والباليت والجريدينت، كل دي مواقع. فلو انا قلت له CSS color باليت هنلاقي مواقع كتيره جدا بتديني درجات الالوان، سواء كانت بالدرجه او بايا كانت الطريقه اللي انا هجيب بيها اللون. كل دي اقدر اجيب بيها الالوان اللي انا عايزها. كمان في مواقع بتديك اللون صراحه، زي موقع الدبليو سي سكول. دي مواقع بتديك درجات الالوان زي ما انت عايز. وهنسيب لكم في الوصف اسماء لمواقع تقدر تجيب منها الالوان. طيب هل انا ممكن اعمل ده على البادي كله؟ اه طبعا ينفع نعمل على البادي كله باك جراوند. كل اللي هنعمله ان احنا هنشيل ده ونحط كلمة بادي، فيبدأ البادي يشتغل على اللي هي الباك جراوند اللي هتحط على البادي، تشتغل على مستوى الصفحة كلها. ممكن كمان ان انا اعمل اللون ده كده واكتب الاوبيسيتي صريحة، يعني اقول له اوبيسيتي بالمنظر ده كده، وابدا اديها له بدرجة من 0 ل 1. فلو انا قلت له مثلا بالمنظر ده كده، هنلاقيها عملت شفافية لدرجة اللون. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان لو انا جيت كتبت كلام، تعالوا نلغي الاوبيسيتي ونكتب كلام جوه الديف، وليكن مثلا اكاديمي، وهاجي هنا ادي color وايت، فتلاقي جايب اللون الابيض. تعالوا ندي الاوبيسيتي دلوقتي، اوبيسيتي 5/10. هنلاحظ ان الديف نفسه الباك جراوند كلر خدت الشفافيه، وكمان الكلام اللي عليها خد الشفافيه. فدي ملحوظه مهمه جدا لازم نعرفها، ان الاوبيسيتي لما هيتعمل على الباك جراوند، لو في كلام مكتوب هو كمان هياخد الشفافيه تبعا للديف بتاعه. يعني الديف ده هيبقى بيرنت، والكلام اللي جواه ده اللي تشايلد بتاعه، يعني مكتوب جواه، فهياخد الشفافيه معاه. طيب لو انا بقى عايز اعمل، تعالوا نعمل ديف تاني، سميه اي دي سكند ديف. تعالوا نعمل تنسيقاته. ويدز 100%. الكالر اهو كده. وتعالوا ندي اي درجة لون تانية،
هنلغي دي بقى كده خالص وهنشتغل على الباك جراوند بشكل تاني. لو انا بقى عايز ادي للديف بتاعي خلفيه صوره، يعني انا مش عايز اديله خلفيه عاديه، ده انا عايز ادي خلفيه صوره، فهعمل باك جراوند، بس المره دي هختار ايمج، باك جراوند ايمج. بعد ما بختار الباك جراوند ايمج بقول له يو ار ال، يعني مسار الصوره عندي فين، مسار الصوره اللي انا عايز احطها خلفيه فين. فاحنا عندنا ايمجز موجوده هنا اهي في المشروع بتاعي، هنبدا نستخدمها. فهاجي هعمل كده نقطتين فوق بعض سلاش، هقول له انا عايز الايمجز، وهقول له كود فيرس اكاديمي كمثال. هتبدا تظهر لي الخلفيه اللي حضراتكم شايفينها، بس هنا احنا لسه ما الصوره مش باينه تمام، فمعنى كده احنا لسه محتاجين تنسيقات عشان الصوره دي تشتغل وتشتغل بشكل صحيح. تمام. طب قال لك ايه التنسيقات دي؟ قال لك اول حاجه عندي اللي هي الباك جراوند ريبيت. باك جراوند ريبيت، تكرار الصوره في الحاجه اللي موجوده عندي. فيا اما بقول له نو ريبيت، يعني مش عايز اكرر، مش عايز اكرر الصوره، يا اما بقول له ريبيت. ريبيت معناها ان انا عايز اكرر الصوره، بس طبعا لو الصوره كبيره التكرار ده مش هيحصل، فممكن نجيب اي صوره صغيره كده نوضح الفكره. مثلا فلاور، اي صوره كده مثلا. احنا عندنا صوره بالفعل، مش عايزين نجيب صور من بره، خلاص هنستخدم صوره من صورنا. فتعالوا نعمل كده، اسمها كود فيرس. اهي سلاش كود فيرس، كود فيرس لوجو. دي الصوره اهي، هيبدا يحصل عليها ريبيت او نو ريبيت. لما انا اكبر، شايفين بقى واخدين بالكم الصوره متكرره اهي، هنا حصل تكرار للصوره، بس هي ليه مش باينه كلها؟ لان الديف نفسه واخد ارتفاع 35، فهي مش باينه كلها. فريبيت معناه انها هيتكرر. طب لو قلت نو ريبيت، نو ريبيت، لو قلت نو ريبيت وعملت كده هيحصل عدم تكرار للصوره، بس دلوقتي الديف بقى صغير، ما خدش العرض بتاعي كله. فنو ريبيت دي ممكن تخلي فيه مشكله في الايه، في العرض. لكن اقدر انا اتحكم في ده باساليب كتيره جدا. في كمان ان انا اقدر اعمل ريبيت على المستوى الافقي فقط، ريبيت اكس، وممكن اعمل ريبيت على المستوى الرأسي فقط اللي هي ريبيت واي. بس ده ممكن نبقى محتاجين نكبر، نعمل كده عشان يبان، يعني يحصل تكرار في على المستوى الرأسي. نو ريبيت، نو ريبيت يعني مش عايز اي تكرار خالص. طيب، كمان من ضمن الحاجات اللي انا اقدر اعملها في الباك جراوند كولر، عندي باك جراوند بوزيشن. باك جراوند بوزيشن، باك جراوند بوزيشن، مكان الباك جراوند، مكان الباك جراوند اقدر اتحكم فيه
للصفحه بتاعتي. فلو انا جينا هنلاقي في اختيارات كتيره طبعا اهو، كل دي اختيارات انا ممكن اختار منها. فممكن اعمل باك جراوند سنتر. باك جراوند سنتر يعني انا عايزها في النص، فبتبدا الصوره تيجي في نص الديف بالظبط، في نص الديف بالظبط. طب لو عملت كده ليفت، هتلاقيها جت هنا كده شمال، والباقي فاضي. والباقي فاضي ليه؟ لان الصوره نفسها لسه صغيره. طب جيت قلت له رايت، هتلاقيها جت ناحيه اليمين والكلام موجود شمال اهو. طيب جيت قلت له سنتر، انا عايزها تفضل سنتر في النص، فهتبقى جايه ثابته عندي في النص زي ما حضراتكم شايفين اهو. وهيبقى عندي مشكله بقى ان انا عايزها ال تملى الديف كله. فهقول له باك جراوند سايز، حجم الصوره عايزه يكون كفر. كفر معناها ايه؟ معناها انه يملى الصوره، يملى الديف، اسف، يملى الديف زي ما حضراتكم شايفين كده. بقت الخلفيه كلها للديف، الخلفيه صوره للديف كله. فكده انا قدرت اتحكم في آه كل المدخلات اللي انا محتاجها عشان اظبط الصوره. تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي اقدر اعملها في البوزيشن ان انا اقدر اعمل اتجاهين مع بعض، يعني اعمل رايت توب مثلا، يعني انا عايزه ناحيه الشمال، ناحيه يمين قصدي، اسف، من الاعلى. من الاعلى اقدر اعمل كده، اقدر اعمل ليفت بوتوم وهكذا يعني. هنا هنعمل سنتر بالمنظر ده. وعندي تنسيق كمان مهم، باك جراوند اتاتشمنت اللي هي فيكسد. كده انا ال بقت يعني لما بعمل سكرول هي ثابته معايا. لما بعمل سكرول هي ثابته معايا في الحركه، هي ثابته معايا في الحركه. يعني لما اجي انزل تنزل معايا، ولما اجي اطلع تطلع معايا. دي معنى كلمه فيكسد، ان الباك جراوند دي لما اجي انزل تنزل معايا، ولما اجي اطلع تطلع معايا. بس دي طبعا محتاجه ان يبقى في ارتفاع كبير زي كده، او ان في كلام كتير موجود في الديف نفسه. يعني الديف مليان كلام يخليني اعرف اطلع وانزل. تمام. طيب في كمان عندي التركايه البسيطه اللي قلنا عليها، ان انا اعمل كل الكلام ده بشورت هاند، يعني اعمله باختصار كامل على بعضه. طب هل انا ممكن اعمل ده؟ اه طبعا ممكن نعمل ده. زي ان احنا هنعمل ايه؟ بدل ما هقعد اكتب بقى كل الكلام ده تحت بعضه، هاخدهم كلهم في سطر واحد. زي ان انا اعمل كده، هقول له باك جراوند كده، وهقول له اللون اف اف اف، يعني الباك جراوند هتبقى باللون الابيض. في نفس الوقت هديله يو ار ال، وهديله الصوره بتاعتي ايمجز اهو. فيبدا ياخد الصوره. طب اللون الابيض ده يظهر امتى؟ لو الصوره ما اشتغلتش معايا، لو الباك جراوند ايمج ما اشتغلتش معايا، اللون الابيض هو اللي يظهر. يعني زي ما بحطه احتياط عشان ما يحصلش اي مشكله في الباك جراوند لو الصوره ما اشتغلتش. بعد كده اقول له نو ريبيت. بعد كده اقول له سنتر في النص
بالمنظر ده. يبقى انا بدل ما اقعد اكتب الاكواد بتاعتي تحت بعض بالمنظر ده، وكمان هنا ممكن نحط الباك جراوند كلر، بالمنظر ده كده. بدل ما اقعد اكتب الاكواد بتاعتي بالطريقه دي، ممكن اعمل لها اختصار على طول، ان انا اكتبها بالطريقه دي، اللي هي يبقى كود مباشر ليا. يبقى كل دول ممكن اختصرهم في سطر واحد بالطريقه دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الشير ولايك للقناه. السلام عليكم.